بالنسبة لتسجيل المكالمات الصوتية بدون إذن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله قبل ما اتكلم في حكم تسجيل المكالمة التليفونية بدون اذن نيابة، بقول الحمد لله ان الحكم صدر لصالح نيرة اشرف. ربنا يا رب يرحمها ويغفر لها ويصبر اهلها يا رب. عاوزة اقول كمان ان محمد عادل طبعا هو دلوقتي في يعني مستني لحظة الحكم الاعدام عليه. كمان يا جماعة من أسوأ اللحظات الوقت اللي بتمر على محمد عادل وهو في غرفة الإعدام إن كل ثانية بيتفتح عليه الباب. طبعا منتظر إن حد هياخده غرفة الإعدام وخلاص كده دي النهاية. بجد لحظات صعبة جدا، فيا رب ما يوريها لأي حد. وكل شاب بيفكر إنه يعمل أي جريمة أو يأذي أي حد يراجع نفسه مليون مرة، وكل بنت تراجع نفسها مليون مرة قبل ما أي حد يعمل أي جريمة تضر أو تضر أهله. كمان طبعا يعني لازم يتنفذ حكم الإعدام على محمد عادل أو أي شخص بيعمل جريمة قتل في أي حد. لازم يتم حكم الإعدام في الفجر. انتوا متخيلين كمان يا جماعة ان محمد عادل قدم طعن على حكم الاعدام اللي اتحكم لصالح نيرة اشرف؟ يعني كمان هو نفسه كمان يعيش. يعني اما انت كمان نفسك تعيش، طب ايه اللي خلاك تندفع وتعمل كده؟ يعني في واحدة لسه بتبتدي حياتها ولسه بتدرس ولسه عايزة تفرح بشبابها. يعني كل شاب يراجع نفسه يا جماعة قبل ما يعمل اي حاجة تضره والدور اللي حواليه. يعني بجد الشباب بقوا مندفعين لدرجة انهم خلاص ممكن يفقدوا حياتهم في اي لحظة. ربنا يا رب يهدي شبابنا وشباب المسلمين ويتولانا ويتولاهم برحمته، وكمان يتولى شعب سوريا والعراق والأردن وتركيا. النهاردة ان شاء الله هنتكلم في حكم تسجيل المكالمة التليفونية اللي بتبقى على اي تليفون اي حد مننا بنسجلها مثلا تلقائي. عاوزين نعرف ايه حكمها بدون اذن نيابة، وهل المكالمة دي ممكن تنفعنا او تضرنا. فتعالوا بقى نسمع كده مع بعض من الناس اللي هم فاهمين في القانون، بيردوا طبعا على اسئلة ازاي نحمي نفسنا بمكالمة تليفونية احنا سجلناها لأي شخص ممكن يضرنا بدون اذن نيابة. تعالوا بقى نسمع مع بعض. بالنسبة لتسجيل المكالمات الصوتية بدون إذن، دلوقتي طبعا كلنا أي حد معاه هاتف أو التليفون بتاعه عليه مسجل المكالمات. فإذا ما كان في مكالمة بادرة من أحد الأشخاص لشخص آخر وكانت تحتوي على نوع من أنواع التحريض على جريمة والاعتراف بأخطاء أو جرائم تخص الشخص نفسه، طبعا التسجيل تم بدون إذن مسبق وبدون إذن نيابة أو الحصول على أي إذن. إزاي أقدر أكيف التسجيل دوت واحول منه لقضيه او احقق فيها واخد اجراءاتي القانونيه ضد الشخص دوت؟ اقول لحضرتك حاضر. شوفي سيادتك سريعا كده. في فارق نفرق ما بين في مبدأ ضرورة أن يكون الدليل متحصلا بطريق مشروع، ده بالنسبة لأدلة الإدانة دون البراءة. يعني دليل البراءة يجوز أن تتحصلي عليه بطريق غير مشروع. تمام كده اهو؟ طيب دي رقم واحد. طب رقم اتنين، ان حضرتك التسجيل الذي يتم على الهاتف الخاص وانا قد وضعت برنامج على تليفوني بسجل كل المكالمات، فهذا التسجيل صحيح. هذا التسجيل صحيح. ليه؟ ده مش كلامي، ده كلام محكمة النقض. كلام محكمة النقض ان في واحد الواقعة كانت كده. واحد زمان كان في التليفونات الارضي فيها جهاز الانسر ماشين ده، فالراجل مع جهاز الانسر ماشين حاطط، كانت زمان بيبقى في بكره بتدخل في التليفون كده، التليفون الارضي، عشان يسجل كل الرسائل اللي جايه له يجي يسمعها، فبيسجل كل الناس. فالراجل اتصل على التليفون، فتح الانسر ماشين، قال له يا راجل يا ابني كذا 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 كذا. راح رايح مقدم هذا الشريط المسجل الى النيابه، فقدم الى المحاكمه، فجه الراجل المتهم لك دفع ببطلان التسجيل لانه، فجت المحكمه النقض بقى قالت لا، هذا ليس هو التسجيل المعني بقانون الإجراءات الجنائية في المادة 206 وما بعدها في شأن وجوب أن يكون مصحوبا بإذن من النيابة، بل وإذن من القاضي الجزء قبل إذن النيابة العامة. قال لك لا، ده تسجيل خاص يجريه الشخص على هاتفه الخاص وفقا لإرادته لكل من يتصل به. أنا واحد بسجل للناس كلها،
مش انا يعني المتهم، بسجل للناس كلها. انت جيت خبطت على بابي وكلمتني وقلت اللي انت قلته، فلا تتنصل مما ورد في هذه العبارات من جرائم قد يعاقب عليها القانون.